اهلا وسهلا. حياك الله يا مرحبا. زعلان صح؟ والله زعلان. شفت اللي صار؟ والله شفنا مهزله صراحه، حملها المدرب، يعني كان الشوط الاول كان ممتاز جدا ولاعب الفريق ممتاز. إيه؟ تدخلات المدرب كانت سيئه للغايه. طلع ايمن يحيى ودخل لاعب ما يرتقي لمستوى ولا نصف مستوى ايمن يحيى. ثم طلع الظهير الايسر، انا ما ادري وش يقصد بتغيير الظهير الايسر، هل هو مجرد تغيير ظهير بظهير؟ كانت الظهير الايسر الاول شيش كان لاعب تكتيكي، اما اللاعب سالم النقدي لاعب هجومي ولا يجيد الدفاع. ما ادري صراحه كيف النتيجه اليوم، صراحه خذلت الجمهور اللي كان حاضر بشكل كبير في اليوم. صراحه خذلونا صراحه خذلان كبير. ما حد توقع هالسيناريو، ما حد توقع، يعني كنا جايين من مباراه الاهلي، كنا متوقعين يعني ان مباراه اتفاق، يعني النقاط حقتها في الجيب يعني صراحه. لكن صراحه اليوم تحمل المدرب شيء كبير، ولا يمكن الصبر على هذا المدرب بتاتا، ولا يمكن ان تحقق بطولات بهذا المدرب. ايش رايك بتغيير الصريحم؟ تغيير غريب ولا غريب جدا، غريب جدا. سحب. انت محتاج الان تقويه الجانب الهجومي. تروح تدخل لي محاور، يعني ما عندنا محاور. صح ان عندنا تغييرات، عندنا نقص اليوم كثير، ولكن انت اديت الشوط الاول بشكل جميل. يعني هنا يبين دور المدرب في المحافظه على رتم الفريق في الشوط الاول وتعزيزه في الشوط الثاني. اما الان في الشوط الثاني صراحه تدخلات غريبه عجيبه صراحه. ولكن هذا جمهور النصر دائما على مخليكم على الاعصاب، دائما على اعصابنا. دائما المباراه في الشوط الاول كانت في ايدينا، وكانت فيه فرص كثيره. في الشوط الثاني على المرتدات، تلعب على المحافظات، تحافظ على لعيبتك، تحافظ على لعيبتك من الضغط، خصوصا كنتم جايين بعد فوز مهم مع ان الطرد صراحه لا دوران لا يستحق. انا ما شفته والله الطرد، يعني صراحه انا جاتني على الجوال. لا يستحق الطرد، ما يستحق الطرد، يستحق كرت اصفر بكثير. لكن عموما الاتفاق يستاهل الفوز او لا؟ يستاهل صراحه. ادى الشوط الثاني بشكل كبير بدور مدربنا، تغيير مدربنا سلم المباراه له من اول ما دخل انجيلو، استلم من وسط الملعب. شكرا لك. شكرا لك. الله يكرمك.